السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. ورشة عمل بعنوان أعمال جمع ومسودات وتنسيق القوانين. حاكم إقليم شمال البحر الأحمر تزور 4 مديريات. الإريتريون في ألمانيا يتعهدون لتعزيز برامج التصدي الوطنية. مقتل 7 جنود من قوات حفظ السلام في انفجار عبوة ناسفة في مالي. مقتل رئيس الأركان الهندي في تحطم مروحية أسفر عن وفاة 11 شخصا. رفض طعون رئيس الوزراء الماليزي الأسبق ضد إدانته بالفساد. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في أقاليم الأوسط والجنوب وعنسبة قد أظهرت إصابة 50 مواطنا بفيروس كورونا، وظهر 30 إصابة في الإقليم الأوسط، 13 منها في مراكز العزل و17 في مراكز الفحص، 2 من دنبسنبل و2 من أخرية، وإصابة واحدة في كل من قجرت وبرجمة ومايتشهوت وقدايف واندجرمن ودعر قولوس ومعسكر دندن وعد سقدو وصلوت وقال نفحي وزبان سكي وعد رأسي، و13 من مراكز الفحص في الإقليم الجنوبي، 7 منها في منرفرة و4 في سنعفة وواحدة في كل من دكم حري وميدما، فيما كان 7 إصابات من إقليم عنسبة، 5 منها من حمل مالو وواحدة في كل من عتيكليزان وحقات. في غضون ذلك شفي 27 مريض كورونا كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات، 24 من الإقليم الأوسط و2 من الإقليم القاشباركا و1 من الإقليم الجنوبي. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7583، شفي منهم 7349 وتوفي 82 مريضا وتوفي 62 مريضا، فيما يزال 172 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 9 من ديسمبر لعام 2021. احتضنت قاعة الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا اليوم 9 من ديسمبر ورشة عمل بعنوان أعمال جمع وتنسيق القوانين. وقدم مدير فرع القانون في وزارة الحكومات المحلية سيد تخست سلومون ورقة عمل بعنوان تجارب إريتريا في أعمال مسودة القوانين. أوضح فيها أن التجارب وأعمال مسودة القوانين وإعلان القوانين في إريتريا ونشر القوانين المعلنة وإيجابيات وسلبيات أعمال مسودة القوانين التي بدأت في سبتمبر عام 1991، وكذلك الأعمال التي يمكن إدخالها مستقبلا ومواضيع ذات الصلة. من جهته قدم مدير مسودة وتدقيق القوانين في وزارة العدل السيد دانيال سماري قدم ورقة عمل بعنوان عمل مسودة القوانين الإريترية الرئيسية والموثوقة، ذكر فيها مسودة القوانين لعام 1997 وجمع منشورات وآراء واستفسارات وإجراء دراسات حول أعمال تدقيق مسودة القوانين. من جهته قدم عضو قسم الخدمات القانونية في وزارة العدل الشاب سناي كفلو ورقة عمل بعنوان جمع وتنسيق القوانين، بدءا من تقديم القوانين الإريترية بعد جمعها وتنسيقها جيدا في العام 2006. وفي عام 2019 ظهر مشروع بعنوان قوانين دولة إريتريا المنسقة ولا زال مستمرا وقد بلغ إلى مستوى الاكتمال. كما قدم طالب السنة الخامسة في مدرسة القانون توضيحا مفصلا حول سبل تنفيذ المشروع، وإن الهدف من المورشة هو جمع معلومات وآراء تساعد على إنجاز أعمال المشروع. فيما قدمت مساعدة المحامي في محكمة الإقليم الأوسط الشابة سوليانا اسملاش توضيحا حول تسوية القوانين. هذا وسوف تتواصل فعاليات أسبوع القانون الذي تنظمه وزارة العدل حتى 11 من ديسمبر الجاري. نظمت وزارة العدل في إطار أسبوع القانون المنظم في الفترة من 6 وحتى 11 من ديسمبر تحت شعار القانون وبناء الوطن، نظمت سيمينارا لطلاب المرحلة الابتدائية في الإقليم الأوسط. وتناول الخبراء القانونيون في سيمينار يوم أمس جوانب قانونية تساهم في تعريف الطلاب وتنشئتهم بما يتماشى
ومع أعمارهم مرفقا بصور متحركة. وأوضح الشاب صبري إبراهيم من وزارة العدل المنسقة أسبوع القانون الهدف من السيمينار القانوني الموجه للطلاب بأن اهتمام الطلاب يدفع بقوة للعمل من أجل تنفيذ عملية توعوية فاعلة حسب مستوياتهم. من جهتهم ذكر كل من الأستاذ تخلية قبرزقي وسمرة أمانييل من فرع وزارة التعليم في الإقليم الأوسط أهمية السيمينار للطلاب، مناشدين استمرارية مثل هذه السيمينارات لما تلعبه من دور كبير للارتقاء بفهم الطلاب الصغار. وذكر الطلاب أن السيمينار المقدم مرفقا بصور ثابتة ومتحركة أثر عليهم إيجابيا، موضحين التقيد بالقانون في حياتهم التعليمية والعمرية القادمة. قامت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة بجولة تفقدية إلى مديريات نقفة وأفعبت وشعب وقنداع في الفترة من 4 وحتى 6 من ديسمبر، وقد تفقدت في جولتها خدمات التعليم والتنمية الزراعية وكذلك حماية الآثار التاريخية. وقد رافق السيدة أسمرة مفوضية الثقافة والرياضة السفير زمن تخلي، وتفقدا سويا الدفاعات التاريخية للنضال التحرري، وقدم توضيحا مفصلا حول المشاكل التي ظلت تتعرض لها الآثار الوطنية والأنشطة الجارية لإصلاحها بقدرات محدودة. وبحثت السيدة أسمرت مع الجهات المعنية ومدير مديرية نقفة بخصوص الآثار وسبل حمايتها في متحف نقفة. وفي منطقة قادم حليب بحثت مع المزارعين حول إيجاد آليات تساهم في تحسين الأوضاع الزراعية ببناء قناة تحويلية بالآليات. كما بحثت مع مدراء الضواحي ومدراء المدارس في مناطق قنعيب وتلوك وبسيس في مديرية الشيعي فيما يتعلق باتخاذ خطوات لازمة تساهم في تحسين حياة الترحال وخدمات التعليم. وفي ختام جولتها بحثت مع مهندسي وخبراء قناة عدشوم التحويلية الذي اكتمل 50% من نشاطاتها. بحثت حول إيجاد آلية تساعد في إكمال المشروع في أقرب وقت ممكن، وتبادلت الأفكار مع مسؤولين ومهنيين مشتى الفلفل وكيفية حل مشكلة مياه المشتل. بحث الإريتريون في ألمانيا في السيمينار المنعقد من 5 من ديسمبر تحت شعار التعبئة كضرورة مرحلية، مجالات تساهم في تعزيز برامج التصدي الوطني. وفي السيمينار المنعقد افتراضيا والذي نظمته اللجنة الوطنية الإريترية في ألمانيا، قدم قنصل إريتريا العام في ألمانيا السيد كبرات تخستي توضيحا مفصلا حول الأوضاع الراهنة بالنظر إلى الرسالة المرحلية الوطنية والتطورات الإقليمية. وقدم السيد كبرات توضيحا مفصلا حول المجالات السياسية والأمنية والإعلامية والدبلوماسية والاقتصادية ومجالات التصدي ودور المواطنين في الخارج والمهام الجارية لإرساء العدالة الاجتماعية وتطوراتها والاستثمار الضخم الجاري بخصوص القوى البشرية ومكتسباتها والعدائيات غير المنطقية الموجهة ضد إريتريا وكذلك الحظر غير القانوني المفروض على إريتريا. وشدد السيد كبراب على منح برامج التصدي المنظم سواء كان على المستوى الفردي أو الجماعي أولى أولوياته للتصدي للعدائيات باعتباره ضرورة ومسؤولية وطنية. من جهته قدم مسؤول التأطير الشعبي وأنشطة اللجنة الوطنية في ألمانيا السيد مدانية تسفالم تقريرا مفصلا حول العمل والخطة التي وضعتها اللجنة الوطنية لتعزيز برامج التصدي. وتوصل المشاركون في السيمينار إلى تفاهم للمساهمة كبداية من كل مواطن ب200 يورو، والمستطاع أكثر من ذلك ابتداء من شهر ديسمبر لعام 2021 بهدف التصدي للحظر الأحادي المفروض على إريتريا والأضرار التي يمكن أن يسببها. شهدت مديرية سجنتي في 5 من ديسمبر تخريج 118 شابا حصلوا على تدريب مهني عن طريق الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في المديرية. وأوضح مسؤول الاتحاد في المديرية في مراسيم التخريج الشاب محرتاب عند مريم أن الهدف من الدورة تنوير الشباب برفع مستواهم للسير مع الأوضاع الراهنة وخلق أرضية ملائمة بالاعتماد على ذاتهم. من جهته ناشد مسؤول الشباب في الإقليم الجنوبي السيد قرماي قبروز ذاكرا أهمية الدورة، ناشد الدارسين لعكس المعرفة المهنية المكتسبة على أرض الواقع.
استشهد المناضل إيوب كيداني مدير فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم القاشبركة في 7 ديسمبر إثر علة أصابته عن عمر بلغ 72 عاما. والتحق المناضل إيوب كيداني بصفوف قوات تحرير إريتريا في عام 1969، وانتقل في عام 1971 إلى صفوف قوات التحرير الشعبية، وعمل إبان الكفاح المسلح في القوات المقاتلة والأجهزة. وبعد الاستقلال عمل بوفاء وإخلاص كمدير فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية. المناضل إيوب كيداني رب أسرة وأب ل5 مولود، وورى جسمانه الثرى اليوم 9 ديسمبر منتصف النهار في مقبرة الشهداء بأسمرة. وعربت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل إيوب كيداني، وتقدم أحر تعازيها لأسرته ورفقائه وزملائه. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. قتل 7 جنود من قوات حفظ السلام الأممية في انفجار عبوة ناسفة في مالي. ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم الذي استهدف مدنيين يوم الجمعة الماضي بالقرب من قرية سوانغو في وسط مالي، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 مدنيا وإصابة آخرين. وذكر بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام ستيفيان دوغاريك بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة إلى أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي أرسلت قوات حفظ السلام إلى المنطقة. هذا وقتل 3 مدنيين في مدينة ماتكو في شمال مالي في هجومين مسلحين وقعا بحسب ما أعلنت السلطات. وتشهد مالي أعمال عنف متعددة الأوجه خلفت آلاف الضحايا معظمهم مدنيون منذ اندلاع في شمال البلاد في عام 2012 تمردا مسلحا قاده انفصاليون وجهاديون، وذلك رغم تدخل قوات تابعة للأمم المتحدة وقوات فرنسية وأخرى إفريقية. أدى تحطم طائرة مروحية في الهند إلى مقتل 13 شخصا كانوا على متنها، بينهم رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال بيبن راويت وزوجته إلى جانب 4 من أفراد الطاقم، وفق ما أعلن سلاح الجو في البلاد. وقال سلاح الجو في تغريدة: ببالغ الأسف تأكد الآن بأن الجنرال بيبون راوت والسيدة مودليك راوت و11 شخصا كانوا على متن المروحية قضوا في الحادث المؤسف. وأضاف أن الحادث وقع تقريبا قرب بلدة كونورو، وأن من بين القتلى 4 من أفراد طاقم الطائرة وهي من طراز مي 17 F5. رفضت محكمة استئناف ماليزيا الطعن الذي قدمه رئيس الوزراء الأسبق محمد نجيب عبد الرزاق ضد إدانته بتهم فساد، وثبتت عقوبة السجن 12 عاما الصادرة بحقه لتورطه في فضيحة اختلاس ضخمة أدت إلى سقوط حكومته في عام 2018. وقال القاضي في محكمة الاستئناف في بوتا إيجا العاصمة الإدارية للبلاد عبد الكريم عبد الجليل: نرفض الاستئناف الذي تقدم به المدعي. وجاءت تلك الاتهامات على خلفية فضيحة اختلاس ملايين الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي 1MDB التي هزت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. ودين نجيب رزاق بخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال لتلقيه بشكل غير قانوني نحو 10 ملايين دولار من وحدة SRS International التي كانت تابعة للصندوق الذي تم حله. ضربت عاصفة شتوية قوية بشكل غير معتاد جزر هاواي الأمريكية، وزادت من خطر حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية وتحطم الأشجار، كما هددت البنى التحتية للدولة بفيضان من الأمطار والرياح. وحذر مسؤولو الطقس من أن العواصف الرعدية والرياح والأمطار الغزيرة قد تستمر، وأصدر الحاكم ديفيد إيك حالة الطوارئ لجميع جزر الولاية. وأفادت شبكة إخبارية أمريكية أن جزيرة أوهايو أكثر جزر هاواي اكتظاظا بالسكان
كانت تحت التحذير من فيضان مفاجئ. وذكر بيان صادر عن الوكالة أن أعمال إدارة الإطفاء في هونولولو أنقذوا 5 صبية تتراوح أعمارهم ما بين 9 و10 أعوام من نهر هائج. تذكير بأهم عناوين هذه الفترة. ورشة عمل بعنوان أعمال جمع ومسودة وتنسيق القوانين. حاكم إقليم شمال البحر الأحمر تزور 4 مديريات. الإريتريون في ألمانيا يتعهدون لتعزيز برامج التصدي الوطنية. مقتل 7 جنود من قوات حفظ السلام في انفجار عبوة ناسفة بمالي. مقتل رئيس الأركان الهندي في تحطم روحي أسفر عن وفاة 11 شخصا آخرين. رفض طعن رئيس الوزراء الماليزي الأسبق ضد إدانته بالفساد. انتهت النشرة، إلى اللقاء.